يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم حبايب قلب؟ اخباركم ايه؟ كل الف سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. الفيديو ده انا عملته قبل ما اسافر بيوم. قلت بقى ايه، كنت عملت مقطعين كده وانا بغسل، وبعدين قلت هبقى اكمل لكم بقى بقيه الفيديو وانا في اسكندريه ان شاء الله. فاوعوا تروحوا في اي حته، انا في نهايه الفيديو هتكلم معاكم. كملوا الفيديو للاخر عشان انا عايزه اتكلم معاكم في نهايه الفيديو. انا بس المقطعين دول بس كده روتين، وبعد كده هندردش مع بعض شويه. ف في اليوم ده انا كنت بغسل قبل ما اسافر بيوم، وبعدين قلت بقى ايه، لقيت الازاز ده متوسخ كده فقلت امسحه. بس طبعا هو عايز الملمع بتاع الازاز، لما اروح بقى ان شاء الله هبقى اعمله بالملمع. المهم بقى ايه، بالنسبه للناس اللي كاتبالي في الكومنتات ان انت بتسرعي الفيديو وروشتينا، فانا بتاسف لكم يا جماعه مره تانية. ان فعلا انا كنت عاملاه بسرعه، بعد اول ما وصلت اسكندريه على طول قعدت عشان اسجل الفيديو عشان يلحق يحمل، علشان يلحق ينزل لكم في ميعاده. فغصب عني كان يعني ايه، جه سريع، المونتاج بتاعه جه سريع. فان شاء الله فيما بعد هبقى اخد بالي واتأنى وانا بعمل المونتاج، وهبقى ايه، اسيب الفيديو يمشي بطبيعته، مش هسرعه بقى تاني. إيه، الجزء ده بس هو اللي ايه كنت عاملاه قبل ما امشي، وانا يوم كنت بغسل يعني قبل ما امشي. وبعد كده بقى ايه، في نهاية الفيديو هنتكلم مع بعض شوية وانا في اسكندرية. وان شاء الله النهارده باذن الله نخرج ونطلع على الكورنيش ونتفرج على اسكندريه بقى وجمالها، وهعمل لكم فيديو باذن الله يا رب يعجبكم. بس اتمنى ان انتم تكملوا معايا الفيديو للاخر يا جماعه. وبعدين انتوا بتشوفوا في الفيديو نص دقيقه بس، والمشاهدات راحت، وحاسه ان انتوا رحتوا مني كده، مش عارفه ليه. مش عارفة ايه السبب. هل ان مثلا الروتين مش عاجبكم، التصوير مش كويس، المونتاج؟ يا ريتوا اكتبوا لي في التعليقات بتاعتكم على ايه المطلوب، ايه اللي انتوا عايزينه وانا اعمله، وتقولوا لي ايه اللي انا مقصرة فيه. تمام. إيه كنت اقول لكم ايه، طبعا الكراكيب اللي انتوا شايفينها ديت، السخان ده بايظ عطلان، والمروحة دي سليمة، وبقية الشنط دي ملابس هتطلع يعني تروح لأصحاب نصيبها. كنت وانا بروق كده بنعمل جرد على طول، لما نيجي نطلع الصيف نعمل جرد، ولما نيجي نطلع الشتوي نعمل جرد. فالحاجة ديت يعني ايه، الحاجة اللي هي ايه، اللي بلاقيها صغرت على ولادي كده، فبطلعها يعني لأصحاب نصيبها، والحمد لله. اللي قادر يعمل خير يا جماعة ما يتأخرش وما يبخلش، يعني على قد ما تقدري طلعي، على قد ما تقدري، على قد ما تقدري طلعي هدوم ضاقت على ولادك، هدوم زغرت على ولادك، اللي ما ينفعكيش بينفع غيرك. اللي انت مش محتاجاه غيرك محتاجه. إيه، والحمد لله، ودي ايام مفترجة، واللي قادر على اي حاجة يعملها. انا زعلانة جدا ان انا ما ذبحتش السنة دي، زعلانة جدا. وكان نفسي ان انا اذبح السنة دي واحط حتى مبلغ من معايا، والباقي يجيلنا تبرعات ونكمل ونجيب اي حاجة. بس اللي حصل ان انا يعني ما جاليش اي حاجة. فانا هطلع اللي اقدر عليه، هطلع اللي اقدر عليه. والسنة الجاية بإذن الله هنبقى ايه، ربنا يسهل نبقى نشتري ايه حاجة نذبحها بإذن الله ان شاء الله. فقلت بقى ايه، اغسل الهدوم ديت قبل ما اسافر. كان السبت عندي مليان هدوم، فقلت اغسلهم واخلص منهم قبل ما اتكل على الله بقى، عشان ايه ما هرجع الاقيهم مستنيين. فقلت لا، اغسلهم قبل ما امشي بقى. يعني كان عندي هدوم كتير. فجيت بقى ايه، عايزه اقول لكم اليوم بتاع امبارح ده واللي حصل لي من الكمساري اللي حكيت لكم في الفيديو اللي فات، واللي عملوا نزلنا في ايتاي عشان ركبنا القطر غلط. منه لله. السبب لي في اني مش قادره امشي ولا قادره اعمل اي حاجه.
علشان نزلنا في إيتاي وركبنا بقى طبعا عربية ورجعنا لحد سموحة، ونزلنا في سموحة ركبنا عربية تاني جابتنا سيدي جابر، ورجعت من سيدي جابر ركبت القطر بتاع أبو قير علشان يوصلنا العصافرة. فنزلت العصافرة، فمن ساعتها عايزة أقول لكم والله العظيم جسمي كله متدغدغ. يعني أنا ما بحبش ركوب العربيات أبدا، ولا بحب سفر العربيات. السفر عندي بالقطر مريح وأسهل حاجة، لا بتنزلي ولا بتركبي ولا بتطلعي ولا الكلام الفاضي ده، هي مواصلة واحدة وخلاص. القطر مريح أصلا في سفر، فالحمد لله. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. ازيكم حبايب قلب؟ اخباركم ايه؟ كل الف سنه وانتم طيبين. النهارده امبارح كان اول يوم ليا هنا في اسكندريه، النهارده تاني يوم. انا امبارح ما خرجتش خالص من التعب من السفر، طول النهار ما خرجتش. النهارده بقى ان شاء الله بنتي عايزه تخرج بقى تتفسح، عيله بقى وعايزه تتفسح. عايزه اقول لكم ان جو اسكندريه جميل جدا 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 يعني. وانا ان شاء الله هسافر يوم السبت، بس في اليومين دول بقى انا مش عايزه اعمل مش عايزه اعمل روتين، عايزه اريح اليومين دول بجد بجد، لاني تعبانه يعني انتهزتها فرصه ان انا اريح اليومين دول ما اعملش حاجه. تبالكم قلت بقى ايه ادردش معاكم شويه كده ومش عايزه اعمل اي حاجه روتين يعني اليومين دول، بس على ما اسافر، لان انا جايه هنا اليومين دول، فانا جايه اصلا مش قادره اعمل اي حاجه. فان شاء الله باذن الله هنبدا الشغل بتاعنا من اول يوم السبت على القناه الجديده. القناه الجديده هيبقى هنعمل عليها 3 فيديوهات، السبت والجمعة والثلاث، السبت والجمعة والثلاث، وبقية الفيديوهات بقى هتبقى هنا على القناة الأساسية بتاعتنا إن شاء الله. عايزة أقول إيه كمان يا حنون؟ عايزة أقول للناس اللي بتقول لي أنت بتسرعي الفيديو، والله أنا مش أنا عملت الفيديو الأخراني ده، عملته وانا كنت لسه واصله اسكندريه، فما خدتش بالي ان الفيديو يعني ايه منتجته بسرعه كده، مونتاج سريع، ما خدتش بالي ان هو سرع الفيديو. بس انا بعد كده هتأنى وانا بمنتج، لان انا عملته فعلا بسرعه. كنت لسه جايه من السفر وكنت عايزاه يلحق يحمل. انا اسفه على الصوت ده يا جماعه.